تعالَ أحكي لك على مشكلة حاصلة دلوقتي، خصوصًا مع الناس لمّا بيبقى في علاقة مثلًا والعلاقة دي بتخلص أو بتنتهي لأي سبب، وناس كتير بتقعد تتكلم مع ChatGPT أو مع الحاجات بتاعة الAI علشان يحللوا إيه اللي حصل، هو سابني ليه؟ طب هو ليه الموقف ده بيتكرر معايا؟ طب هو عمل كده ليه؟ طب أنا عملت كده ليه؟ وعايز أقول إن هو الموضوع ده فعلًا خطر جدًا، لإن نمرة 1 خلّي بالكم إن مثلًا ChatGPT هو مُصمَّم لحاجة اسمها الagreeability، يعني إن هو يبقى دايمًا بيقول لك أنت صح، وجهة نظرك دي جميلة. عشان كده مثلًا أمّا تيجي تقول له والله أنا بافكّر أعمل المشروع الفلاني أو الفكرة الفلانية، يقول لك يا سلام دي فكرة جامدة جدًا، ده هايلة، ده مش عارف إيه. فأوقات كتير جدًا هو هيدّينا رأي اللي هو بيأكد لنا إن إحنا صح، مش بيدّينا الرأي الموضوعي اللي ممكن يساعدنا إن إحنا فعلًا نفهم فين المشكلة. المشكلة التانية هي إن الناس بتبدأ تفقد ثقتها في نفسها وثقتها في تحليلها للواقع بتاعها. موافقكم إن أوقات بنحتاج نسمع رأي الناس، نسمع رأي ناس تانية، أو نسمع حتى رأي معالج أو علاجي في ليه المواقف دي بتتكرر معانا وإزاي نمنع ده أو إزاي إن إحنا نحسّن تعاملنا في المواقف المختلفة. لكن أوقات كتير اللي بيطلع من الChatGPT هو لأ أنت كنت صح، لأ هو ده كان كذا، أو يحلّل تحليل extreme جدًا، إن الناس التانية هي اللي وحشة والناس هي اللي بتعمل وبتخلّي وبتسوي. أنا ما اقصدش إن أنت اللي وِحِش أو أنتِ اللي وِحشة، ولكن هو ما بيبقاش رأي موضوعي وبيبوّظ ثقتنا في نفسنا أكتر وأكتر، و آآ بيخلّي إن إحنا فهمنا للواقع اللي عدّى علينا ده مش حقيقي. النقطة التالتة وهي طَب أعمل إيه؟ تاني خلّي بالك إن الChatGPT ما يقدرش يفهم الcontext بتاع حياتك بشكل كافي، الcontext بتاع الخلفية الثقافية، الدينية، المعرفية بتاعتك أو بتاعتِك، اللي يخلّيه يقدر يقول رأي علاجيًا صح. قد يحلل الموضوع ولكن تاني التحليل ده من غير الinputs الكفاية أوقات كتير جدًا هيطلّع منتج مش مضبوط، لإن هو خلّي بالك هو مُعتمد على أنت هتدّي له إيه، هو هيطلّع على أساسه، هو مش يعني هو مش هيخترع، وهو مش هيعرف اللي أنت ما قُلتلوش. فبس رجائي إن إحنا نخلّي بالنا شوية وإحنا بنتعامل من خلال الChatGPT علشان يدّينا نصايح أو يدّينا آراء في حياتنا أو في علاقاتنا، إن مش دايمًا الكلام ده بيبقى موضوعي زي ما إحنا فاكرين.